انا عاجبني فيك اصرارك ان انت عايز تتعلم بشكل مجاني، وانا بساعدك في ده، وعلى فكره بديك معلومات بشكل اكبر طول ما انت ماشي معايا. بس انت مش هتحس الا لما تخلص الفيديوهات كلها، او لما تبدا في تجربه عمليه حقيقيه مع عميل، هتعرف ان انا في الفيديو ده بديك قيمه كبيره جدا. طيب دلوقتي علشان اختصارا لوقتك، احنا وعدنا بعض ان احنا نخلص موضوع السيرفيسز دي او صفحة السيرفيسز دي في اقل من 10 دقايق. يلا بينا التحدي ده، يلا بينا. اولا هترجع على صفحة البيجز، وترجع على السيرفيسز، وتأكد ان انت معلم على edit with elementor عشان يطلع لك المستطيل ده، وتروح على حاجة اسمها open this link in a new tab، وده اللي احنا عايزين نعمله. خلاص، ما تبداش ان انت تعمل edit a new tab بعد كده في تحميل بعد، لا، دايما خلي الصفحه دي لوحدها شغاله، وخلي الصفحات اللي هي الصفحات نفسها جنب بعض كده، عشان تاخد الاليمنت اللي انت عايزه. تاخد الاليمنت اللي انت عايزه وتشيل اللي انت مش عايزه، زي ما احنا عملنا في الهوم والاباوت اصلا. طيب نرجع تاني بقى للشكل بتاع الموقع اللي احنا بنقلده، اللي هو السيرفيسز بتاعتنا. بندوس على السيرفيس، هو بيحمل كل ده. بتلاقي بقى ايه يعني الاذر سيرفيس او الحاجات دي كلها. مش ملاحظ حاجه؟ مش ملاحظ ان الحاجه دي احنا عملناها قبل كده؟ الحاجه اللي احنا عملناها قبل كده دي موجوده في صفحه ايه حضرتك؟ دي موجوده في انهي صفحه يا محمد؟ دي موجوده في صفحه الاباوت اس. هتاخد الكلام اللي موجود في الاباوت اس وتحطه في السيرفيس. طلعت لك صفحه هنا واسم الصفحه، هتروح على السيتنج وتروح على الهايد تايتل وتعمل ايه؟ تعمل ابديت. بعد كده حضرتك هتتاكد هتشوف ايه العناصر اللي شفتها. هتلاقي ان العناصر اللي انت كنت ضايفها اصلا موجوده فين؟ موجوده في صفحه ايه؟ موجوده في صفحه الهوم بتاعت حضرتك. فهنروح على صفحة الهوم وناخد كوبي. بعد كده هنروح على صفحة السيرفيسز. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده وخلاص يعني، نحط كده وخلاص بقى والامور تمام ويلا محمد اروح؟ لا، كل اللي انت هتعمله، وهوريهولك بالنافيجيتور، اوريك العمليات دي كده. اول سيكشن خلاص خلصنا، هنعمل سيكشن جديد. وزي ما انت متعود دايما معايا، انا بحب الانر سيكشن جدا. بعد كده اروح عامل اللي هو اخد ده كده، اعمل حاجة يا سيدي اسمها، سيبك بس من الكلام ده كله. خلينا نروح على الهوم، نشوف ايه نوعية الحاجة اللي احنا بناخدها كوبي بيست دي. تمام، تعالى نشوف ايه نوعية الحاجة اللي احنا بناخدها كوبي بيست. اللي احنا بناخده كوبي بيست هنا هو سيكشن. طب انت ينفع تنزل سيكشن في انر سيكشن؟ يعني انت ينفع تنزل جد في اب؟ يعني انت ممكن تعكس الآية؟ لا، ما ينفعش تعكس الايه، ما ينفعش تعكس الآية. وبالتالي باختصار شديد قوي جدا كده، هنعمل السكشن، هنختار السكشن بتاعنا ونحط الانر سكشن بتاعتنا. طبعا هنا منقسم الى اتنين. تعالى بقى اقول لك هتعمل ايه عشان تنقل الشكل ده بدون تعب وبدون وجع دماغ. هتاخد عنصر وتحط عنصر حضرتك هنا كده. هتاخد العنصر ده، هتاخد الانر سيكشن ده، مفيش مشكلة، وتعمل كده. هتعمل edit، هتعمل رايت كليك على الصورة نفسها، او ان انت هتجيب مثلا inner section كده. تمام، وتعمل هنا paste. خلاص، زي الفل كده. فهمت حاجة؟ طيب، ايه اللي احنا عملناه؟ احنا خدنا صورة، الصورة دي تحتها inner section. رحت انا عامل لعبة، قلت له ماشي، انا مفيش مشكلة عندي، نزل inner section دي هنا كده. تمام، واللعبة دي او الجزء ده خليه ايه؟ بيست. فانا نقلت انر سيكشن مكان انر سيكشن. خلاص، هي لعبة احترافية شوية بس تمام يعني. خلاص، فانا قال لك اهو ممكن مثلا نحط اليمين والشمال، ما ينفعش يكون الكلام رايح على اخر حرف كده. هنحط له مثلا هنا 50، وهنحط له هنا 50. واكيد هنشيل حبة من الكلام اللي موجود ده مع اول فاصلة كده. هنشيل ايه؟ حبة من الكلام اللي موجود ده، زي ما هو هتلاقيه عامل بالشكل ده. هو هنا عامل حاجة محترمة جدا، واحنا ممكن نعملها على فكرة من الصفر. يعني انا عايز اعملها لك من الصفر خالص. تمام، بس عشان وقتنا يعني. هو يعني جايب دي كده. تمام، وجايب ايه؟ العنصر ده العنصر ده يا سيدي هو مدخله من left to right. يعني الكلام بدل ما هو هنا يجي هنا بمقدار 30 ايه، 30 حركة، وهنا هياخد نفس الكلام بس بمقدار 30 حركة. واللي هو الليفت ده هيبقى بالظبط ماشي نفس ايه،
ماشي، نفس الايه، نفس الموضوع ده كده. هتاخد الكولوم الجميل ده كله، هتعمل كوبي وهتحط الكولوم ده ايه هنا، هتلغي دي خالص. هتاخد السكشن ده بالشكل ده، هتحطه هنا كده في البيست، يبقى هما الاتنين طالعين جنب بعض. احنا ممكن نعملهم بشكل يدوي، بس احنا عايزين ننجز شوية في الفيديو. الموضوع فيه تركاية، ان انت عملت هنا هنا عملت انر سيكشن كبير، حطيت فيه انر سيكشن صغير وانر سيكشن صغير، هو ده الموضوع كله. تمام. هناخد العنصر اللي احنا عملناه ده كله او السيكشن كله. بص احنا عملنا اتنين، خدنا الجد بتاعهم بقى اللي هو الكبير اللي ماسكهم، خدنا الكبير اللي ماسكهم ده كوبي ونزلناه تحت هنا ايه، عملناه بيست بالشكل ده. طب ممكن نعمل بيست تاني، ممكن نعمل بيست تاني. اوكي. طيب هناخد بقى الشكل العام. هنا في فاصلة ما بين بيبقى في فاصلة والالوان متغيرة وكده. طيب مفيش مشكلة كده. احنا مش عايزين صفحة الهوم في حاجة، لا هنسيبها دلوقتي. هنروح على صفحة السيرفيسز بتاعتنا خلاص، وهنحط اللي هو الجزء الأخير اللي هو يا سيدي ده. دايما هو بيحطه في الآخر make your visitor أو visit unforgettable. هنروح على الهوم. تمام. هنروح على الهوم بتاعنا وهناخد آخر سيكشن ده وهنضيفه في صفحة السيرفيسز بتاعتنا بالشكل الجميل ده. كده احنا عايزين حاجة من صفحة الهوم، لا يبقى اقفلها. كده احنا عايزين حاجة من صفحة الاباوت اس، لا اقفلها. طيب هنا يبقى فاضل صفحة السيرفيسز، وفاضل على التحدي بتاعنا اكتر من 3 دقايق ونص. تعال اوريك بقى هتعمل ايه. هتدوس على اللي هو العنصر ده، العنصر ده اللي هو موجود في النص ده اللي هو الصورة. وطالما ما عليهاش كلام، انا حطيت الصورة بشكل منفصل كعنصر منفصل، طالما انا مش هحط عليها كلام. لكن انت عرفت خلاص ان انا لما احط على حاجة كلام لازم تكون كولوم وجواه السكشن نفسه الكلام نفسه، حتى لو ايكون او صورة او تكست اديتور او اي حاجة. في كده فاضل 3 دقايق على التحدي وانا عند كلمتي. هتروح على الكولوم بتاعنا اللي هو السكشن ده. تمام. وتروح كده تشوف الستايل ايه نظامه. طيب هتروح على الايديت نفسه وتشوف ايه النظام. هتلاقي فعلا ان اللون موجود فين، في الكولوم نفسه. هتغير اللون ده لاي لون تاني خالص، مثلا خليه بالشكل ده اللي هو اللون اللي هو ده. وهنعمل هكتب مثلا لون البراند، لون البراند بس التاني بقى. خلاص. هنعمل كرييت. هنخلي المقاسات دي او المسافات دي قريبة من بعض شوية. هنروح على السكشن وهنروح على السكشن اللي فوق خالص وهنقلل المقاسات شوية. اوكي. او نسيب كل حاجة زي ما هي زي الفل، او ممكن ان احنا نعمل الشكل ده، بس ده حاجة ادفانسد شوية. خليك معايا ثانية واحدة. ايوه، دي حاجة ادفانسد شوية، ما تمشيش وراها يعني، عشان بس نقرب العناصر جنب بعض وتبقى بالشكل الحلو الجميل ده. بعد كده هنروح هناخد 71 سالب 71 و ثانية واحدة خليك معايا، سالب 71. اوكي. هنعمل ابديت. بعد كده هناخد اللي هو اخر عنصر ده ونروح على ادفانسد ونشيل اللينك اللي موجود ونعمل سالب 71. اوكي. ثانية واحدة. شايف السكشن ده؟ هنروح هنعمل سالب 71 كده في التوب. اوكي. مالكش دعوة باللي انا عملته ده، بس عشان انا عايز انجزك. كده العناصر موجودة وزي الفل. هنروح على الكولوم ده والستايل ونديله اللون التاني بتاع البراند بتاعي بشكل يبقى هو زجزاج كده. تمام. هنروح على الستايل ونديله اللي هو الكولوم نفسه اللي جوه في الستايل لون تاني. انا عارف انت نمت مني، بس عيد الفيديو ده تاني هيفيدك جدا جدا يعني. ودايما خلاص كده احنا خلصنا صفحة الايه الاباوت اس. حاجة بس هنعملها اخيرا عايزك تعرفها، هي ان في التايبوجرافي لو في كلام في نفس الهيدنج، في سطرين في الهيدنج، هتروح تفصل بينهم بحاجة اسمها لاين هايت زي ده كده عشان يبقى شكله احسن بكتير. تاني، الهيدنج ده عنصر في سطرين صح، عشان تفصل بين السطرين في حاجة اسمها اللاين هايت في الستايل اللي احنا شرحناه قبل كده، بتفصل بين العنصرين وبتعمل ابديت. خلصنا قبل ال10 دقايق بالظبط موضوع السيرفيس والآك في او انقاق في الصفحة اللي هي الكونتنت.